هاي، عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وبسعاده. تعالي النهارده اعلمك ازاي تركبي الرموش في البيت، الهير باي هير، زي اي صالون. هتركبيها بشكل احترافي وكل الناس هتسالك انت مركبه رموشك ازاي. هعلمك ازاي تعمليها بشكل ان هي تبقى ثابته معاكي كويس جدا، زي المحترفين في اي صالون. تقعد معاكي اقل حاجه اسبوعين ويمكن لشهر. انا ساعات بتقعد معايا لشهر، بس ما تقربيش منها ميه كتير، وانت بتغسلي وشك ما تقربيش الميه من رموشك قوي، والموضوع اسهل مما تتخيلي. يلا بينا بقى اوريكي بسرعه ازاي هنركبها. اول حاجه هحتاجها الرموش. انا بستخدم رموش شوجر جيرل. شوجر جيرل خطيره في ان هي فيها حته كده عريضه من تحت، فبعرف اتحكم في الرمش وانا بركبه وبعرف احطه كويس. تاني حاجه الجلو ده اهو، اسمه سوبر هير بوند جلو. ده خطير عن تجربة، برضو انا مجرباه حلو جدا. وملقاط، بس ملقاط رفيع عريض، اي ملقاط، بس الخطوات اسهل مما تتخيلي. احنا مش هنحتاج اكتر من نقطة واحدة من الجلو نحطها، وبنستخدم الرمش وبنركبه. هوريكم ازاي دلوقتي شكل الرموش الجميلة وانت بتختاريها، علشان انا جربت رموش كتير جدا وكنت بفشل واجرب مرة وافشل واجرب اتنين وافشل، بسبب ان انا مش بختار الرمش اللي تكون القاعدة بتاعته عريضة. هوريكم دلوقتي الحاجات اللي انا قصدي عليها ايه. وده اللي انا قصدي عليه، ان يكون الرمش عريض من تحت عشان اعرف اتحكم فيه وانا بركبه. بصوا، مش عارفة هو مش واضح في الكاميرا قوي اهو. ما تجيبيش اللي من تحت رفيع، مش هتعرفي تتحكمي وانت بتركبي، لكن لما بتبقى كبيره بتعرفي تتحكمي وبتبقي عارفه تحطي لها الجلو وتعرفي تثبتيها في عينك افضل. ده كده صف انا سحبته. انا بحط مقاس واحد. لو انت عايزه ترسمي الكات اي بتحطي اتنين صغير، اتنين وسط، وواحده او اتنين في الطرف بيبقوا كبار. في علب بتبقى متقسمه مقاسات، وفي علب بتبقى كلها مقاس واحد. انا بجيب مقاسات، بس انا حاليا عايزه اعمل عيني كلها مقاس واحد، مش عايزه اعمل الكات اي. تمام، دي الفكره انا عايزه اوصلها لكم. انا بستخدم في كل عين 5 رموش. انا هسحب كده 5 للعين دي و5 للعين دي، انا هسحب 10. وانتي بتطلعيها خلي بالك كويس جدا تطلعيها بالراحه، عشان ده شعر خفيف فممكن تشبك وتلاقيها اتقطعت. فهنطلع 10 وهوريكم هنعمل ازاي في الجلو. بصوا كده انا طلعت 10. بصوا الرمش كده يمكن باين اكتر ازاي هو عريض من تحت. انا محتاجه دلوقتي 10، وهحط نقطه جلو بالظبط كده، بس مش محتاجه اكتر من كده. بصوا معايا كده، هاخد اي رمش دلوقتي مثلا اهو النفرد ده، وهحط عليه من فوق، من تحت لا، لان انا اللي هيثبت اللي فوق، اللي تحت ده هتبقى لامس الجفن اللي تحت. هفهمكم دلوقتي. ركز وانا بحط الجلو كده كده، هو اللي من بره اخد الجلو. طب من جوه اروح عامله كده عشان اتاكد ان مفيش اي جلو زياده من تحت، فاهمين؟ ومن فوق احاول ان انا اعمل كده، اوزع الجلو كده وابدا احط كده اهو. وممكن بطرف كده هرص وملمسهوش طول ما هو طري. هرص كده 5 ورا بعض بنفس الشكل. بصوا اهو، تانية جنبها كده.